تعرف ان ارسنال كانت عايزه تشتري لويس سواريز بيورو واحد بس، ممكن تكون جديده عليه. بص يا صديقي، صلي على النبي وركز معايا. في عام 2013 ولويس سواريز منفجر مع ليفربول وبيقدم مستويات رائعه جدا، والعروض بتنهال عليه من فرق اوروبا، ومن ضمن الفرق اللي عايزه تتعاقد مع لويس سواريز ارسنال. هنا بقى الارسنال شافت ان الشرط الجزائي للويس سواريز 40 مليون يورو. طبعا قيمه سواريز كان وقتها بقت عاليه جدا، تساوي تقريبا 75 مليون يورو، لكن ليفربول من كام سنه شاريينه ب 40 مليون يورو. هنا بقى الارسنال عايزه تقدم عرض لويس سواريز، فقالت ان انا لو قدمت ال 40 مليون اكيد طبعا هيترفض. اللي فكروا قال لك بس احنا هنبظر بقى، احنا يعني لازم نزود على 40 مليون برضو، يعني سواريز لعيب جامد قوي. اداره الارسنال عملت حاجه غريبه قوي، بعتت لهم 40 مليون يورو بلس يورو. هم مش هيرضوا بال 40 مليون يورو، يبقى هيرضوا ب 41 مليون يورو. كلاحه من اداره ارسنال مش طبيعيه. طبعا سواريز راح برشلونه، وليفربول عايزين لاعب يسد مكان سواريز على طول، راحوا لهوفن